انا جايه لكم بعد اكتر من 10 سنين خبره اقول لكم ليه لازم تقروا. ببساطه يا عزيزي القراءه هي هوايه انا اكتسبتها من بابايا. اكتسبتها من بابا بطريقه بسيطه جدا. هو كان كل يوم جمعه وهو راجع من الصلاه كان بيجيب لي مجله من اللي هي المجله دي، مجله ميكي. كل جمعه كان بيجيب لي مجله، طبعا انا كنت باخدها. ساعتها ولا كان في بقى التليفون ولا كان في، كان اخرنا سبايس تون وبراعم كانت بتنام الساعه 8 تقريبا، فما كانش في حاجه ان احنا نعملها. فكنت باخد دي اقعد اقرا فيها، حاولت احل الكلمات المتقاطعه، فشلت كتير يعني عموما. ولكن كان بيشدني جدا فكره الصور وفكره انه في قصه، في مجرم، طب هو عرفه ازاي. الحاجات دي كانت بتفرق معايا جدا لحد ما اكبر. ساعتها كنت بشوف اخواتي بيقروا كده وكانوا بيقروا روايات، بس انا كان بالنسبه لي الروايات دي حاجه تقيله قوي. يعني انا كان في دماغي ان الكتب دي للكبار، اللي هي بقى كتب نجيب محفوظ واحمد خالد توفيق وحاجات هتبقى تقيله جدا في سني، اللي هو انا كان عندي 12 13 سنه. لحد ما في يوم من الايام بالصدفه وقع في ايدي الكتاب، الجزء الاول بتاع نادية فودة بتاع احمد يونس. ساعتها انا اوريدي كنت بسمع احمد يونس على الراديو اللي هو اللي كان لونه احمر زمان ده، ولكن كان طبعا بسمع اول 10 دقايق، بعد كده بخاف وبدخل انام. فوقع قدامي وقلت طب ما تجربي. ففعلا خدته وقريت بالظبط اول 10 صفحات وشدني جدا. بس كان في مشكله واحده، ان كله كان داخل ينام فانا ما كنتش هقدر اكمله، اللي هو انا اتفه من كده، انا جبانه اصلا. فساعتها قفلته واستنيت تاني يوم الصبح وقريته كله. اكتشفت انه طب ما في روايات او كتب اهي ينفع ان انا اقراها، ما كانتش صعبه، ما كانتش لغه عربيه فصحى قوي، ما كانتش اللي هي بقى مليانه تتلظى وجمع البان، لا كانت حاجات بسيطه كنت انا قدرت اقراها عادي. وهنا كانت النقله بالنسبه لي. لقيت نفسي ساعتها اتحمست للجزء الثاني، فلقيت الجزء الثالث جالي هديه، فلقيت نفسي قريت الرابع، فلقيت نفسي جبت الخامس، وصولا لانه انا فاضل لي جزء، ده الجزء السابع واكون خلصت السلسله. طبعا قصه لطيفه وكل حاجه، بس لازم تعالى اقولك بجد ليه لازم تقرا. يعني مش ده الهدف، دي القصه بدات معايا حاجه. القرايه كانت بتخليني اهرب من الواقع، كانت بتفصلني، كانت بتعيشني احداث مش طبيعي. ظل زحمه الحياه لما تمسك كتاب وتبتدي تنغمس في الاحداث وتعيش مكان البطل وتعيش مكان الامير وتعيشي مكان الاميره تعيشي في عوالم مختلفه تانية. ممكن تكون اي شيء، ممكن تكون فارس، ممكن تكون ضفدع عادي جدا. محدش يقدر يقتحم العالم بتاعك ده ويقولك انت بتعمل ايه. 2 الكتب بتقوي الذاكره. يعني لما تكون مثلا روايه زي اللي انا لسه موريها لكم 8 اجزاء، كل جزء فيه احداث مختلفه وفيه شخصيات كتير جدا، من كتر ما انت هتكون حاببها هتلاقي نفسك اصلا حفظت كل ده وحافظ شخصيه وكل صفاتها، فده بيزود نشاط المخ واستيعابه وبيقوي الذاكره. تحسين اللغه، الكتب متقسمه لغتين، يا اما العاميه دي على حسب الدوله، يعني مش شرط العاميه بتاعت مصر، لا في العاميه اللي هي السعوديه، العاميه بتاعت كذا دوله، وفي اللغه العربيه الفصحى. في الحالتين احنا في مصر ما بنتكلمش باللغه العربيه الفصحى، فالموضوع بيقوي اللغه العربيه عندك. ولو الكتب ليها علاقه يعني لو الكتب مكتوبه مثلا بالعاميه السعوديه، فده بيعرفك على ثقافات تانية وازاي بيتكلموا في حياتهم اليوميه، ده هيفرق لك جدا لو قررت مثلا في يوم من الايام تسافر هناك. او الكتب الانجليش اللي بتتكلم كلها بالانجليش تفرق لك جدا لو انت قررت في يوم مثلا من الايام تسافر دوله وكانت اللغه الام بتاعتها هي دي. الكتب كمان بتخليك تسافر وانت قاعد في البيت، يعني ممكن تلاقي نفسك فجاه في لندن، في اليونان، في باريس عادي. بتنقلك من بلد لبلد، كل ده وانت قاعد على الكنبه بك. كمان بتخليك تفهم نفسك وبتفهم الناس التانية وبتفهم ازاي تتعامل معاهم اكتر. يعني اوقات بتقرا روايه بتحس ان الابطال او الشخصيات عايشه حياه شبهك قوي. الصحاب اللي في الروايه دول شبه مثلا فلان صاحبك، شبه اختك، تلاقي شخصيات شبهك وهتلاقي شخصيات بتعاني معاناه شبهك، هتلاقي حلول لمشاكل انت ما كنتش تتخيل انك هتلاقيها في كتاب اصلا وانت قاعد بتسلي وقتك. هتلاقي كتب عن العلاقات وعن العيله وعن الامراض، عن كل شيء، سواء في الكتب العلميه او حتى في الروايات اللي هي عباره عن قصص. كتب بتقلل التوتر وبتحسسك براحه نفسيه. مش كل الكتب، يعني انا هنا مثلا مش بتكلم على روايات محمد طارق اللي بتخليك تقعد تعيط 6 ساعات
ساعات قدام. لا انا بكلمك على كتب تانية، كتب الفايب بتاعتها هاديه، بتخليك تعيش معاهم صفحه بصفحه، لحظه بلحظه، هم بيضحكوا، هم بيعيطوا، وهم مبسوطين، وهم اللمه بتاعت العيله. كل الحاجات دي بتعيشها من بره، لحظه يفرحك، لحظه يعيطك، لحظه يزرع فيك الرعب. عارفين الناس اللي خيالها واسع او بنقول عليها كرييت، الناس اللي هي بتفكر بره الصندوق وعندها حلول كتير، الناس دي غالبا بتكون تفكيرها في نوع من انواع الخيال، او في نوع من انواع اشرحها لك ازاي، زي ما يكون حاجه بالنسبه لك مستحيله، ايه الهبل ده. فهو تفكيره بيكون ماشي بنفس المنظور ده. الكتب الروايات تحديدا بتنمي حاجه زي دي، لان في كتب كتير جدا بتكون فانتازيا او خيال، فتلاقي الكاتب مثلا عنده طريقه ان هو يتنقل عبر الزمن، مثلا بوابات. هل دي حاجات موجوده في الحقيقه؟ معرفش، بس ممكن تكون بتتعمل عادي. فهو بيديك افكار غريبه ممكن انت تنفذ حاجه شبهها على ارض الواقع. ممكن في منهم بيتنبأ باحداث جايه، وساعات بتحصل ساعات لا. فالناس الكرييتيف واللي عندهم حلول لاغلب المشاكل بتكون المشاكل دي اوريدي عدت عليهم قبل كده، فبالتالي ممكن يكونوا شافوها في اي مكان، وممكن يكونوا قروها في كتاب. الكتب بتعلمك الصبر وبتفصلك عن الدوشه بتاعت الريلز، اللي هو فيديو بيجيب فيديو، كل فيديو 5 ثواني تقريبا، بيرفع لك الدوبامين بتاع المخ. فبتبتدي ان انت اصلا ما تبقاش عارف انك بعد كده تشوف فيديو طويل، او ان انت تقرا كتاب طويل، او انك تاخد المعلومه بشكل دقيق، لان مش دايما المعلومه هتجيلك من النت بالسهل، مش دايما شات جي بي تي هيقول لك المعلومه. اوقات انت بتحتاج تبحث وتدور في كذا كتب، وتلاقي كل كاتب بيديك الموضوع من وجهه نظره. يعني ابسطهم كان في مسلسل بحب اشوفه اللي هو حريم السلطان، انا اكتشفت ان 3/4 الشخصيات اللي فيه دول اصلا مش حقيقيه. المسلسل تاريخي بيتكلم عن الدوله العثمانيه، و3/4 الشخصيات دي ما كانتش موجوده اصلا. الكلام ده عرفته منين؟ لما قريت كتب. طيب يا ستي، انا عرفت دلوقتي ليه لازم اقرا. المفروض ان انا ابدا ازاي؟ انا هقول. واحد، اوعى تحكم على الكتاب من غلافه. اوعى اوعى اوعى. يعني انا هديك مثال، مثلا كتاب اسمه آن غالبا، صورته زي ما انتم شايفين في الغلاف مثلا الدانتيل بتاع فستان الفرح، فانت مثلا في دماغك انه دي عروسه وفرح والدنيا جميله. اللي شايف الموضوع كده ممكن يقرا كتاب ويقول لنفسه ولا ايه، عشان مش هنتكلم في الموضوع، مش هنحرق الرواية. يعني مثلا ممكن تشوف كتاب زي ده تقول الله بنت اسمها جمانة جميلة، الظاهر ان هي قصة رومانسية. فمش هقول لك برضه ايه اللي هيحصل، هسيبك لخيالك وهسيبك تقراه بنفسك وتقول لي ايه اللي حصل، انا عارفه اصلا. فما بنحكمش على الكتاب من غلافه نهائي، لان في اغلفه بتكون معموله جرافيك او AI تحفه تحفه تحفه، والعنوان بتاع الكتاب نفسه يشدك، بس تعالى افتح القصه من جوه هتلاقيها اسوأ من روايات الوايت باد. وانا ضد الوايت باد، انا نفسي الابلكيشن ده يتقفل بجد. انت ممكن يعجبك كتاب او ما يعجبك بمعنى اصح غلافه، وتقرر انك تقراه وتكره الكتب اللي فيها، وتيجي بعدها تصيح وتقول لي ما عجبنيش والكتب دي على فكره حاجه وحشه جدا، فاقول لك ساعتها مش ذنبي، سالتني خدت رايي. يعني مثلا من ضمن الكتب اللي اشتريتها زمان، مش بقول ان هو وحش، هو جميل جدا، فمن ضمن الكتب اللي كنت برضو اتخدعت بغلافها وهو شهرزاد اون فاير. انا في الاول فكرتها روايه عن شهرزاد، ولكن هو كتاب علم نفس، جزء منه ان هو بيحكي قصه شهرزاد فعلا، والجزء الثاني بيكلمك عن معاناه شهرزاد، واللي ممكن تكون معاناتك انت في بعض الاوقات. بيحكي القصه من منظور تاني خالص. بصراحه هو جميل جدا، بس ساعتها انا كنت عايزه اقرا روايه. انا لسه في الاول، انا مش عايزه علم نفس، مش مستحمله علم نفس دلوقتي. النصيحه الثانيه ليك، ما تبداش بكتب علم النفس، لانها بتكون دسمه وتقيله. هي مفيده جدا بس هي بتكون دسمه وتقيله. فنصيحتي ليك لو حابب تبدا بكتاب علم نفس، ممكن تاخده بطريقه افضل، مثلا ممكن تسمعه اوديو. نصيحتي ليك لو هتبدا بكتب علم النفس او كتب لكتاب تقال زي نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، احمد خالد توفيق. يمكن احمد خالد توفيق احسن ممكن تبدا بيه، اوكي، بس برضك افكاره دسمه، افكار تقيله، محتاجه حد صاحي، محتاجه حد قرا كذا مره عشان يفهم. نصيحتي ليك ابعد عن الناس دي، تجيب حاجات بسيطه احسن من انك تبدا بحاجه تقيله وهي تكون فعلا حلوه بس انت ما تفهمهاش فتقرر انك ما تقراش تاني اصلا. ممكن تبدا بحاجات بسيطه زي مثلا ارسس، ارت ديكور. لو ليك في الرعب عندك نادر فودان، احمد يونس، طبعا احمد يونس غني عن التعريف. او ممكن مره جوهري ليها كتابين لطاف قوي قريتهم، اللي هو النوم الاسود ويحدث ليلا في الغرفه المغلقه. فحاجات لطيفه ممكن ان انت تبدا بيها.
لو ليك في الدراما والعياط والحاجات دي والحبكه ومعرفش مين يطلع شرير في الاخر وانت تتصدم وكده، فعندك محمد صادق ومحمد طارق ما قصروش في حاجه زي دي. لو بتحب الروايات البوليسيه، ميرنا المهدي عندها 3 اجزاء بتاعه تحقيقات نوح الالفي تحفه، واجاسا كريستي برضو كتابها جميله جدا. بس ممكن ما تحبش كتب اجاسا كريستي لو انت مش الانجليش بتاعك مش كويس، فهتضطر تجيب نسخه عربي، فممكن تجيبها تبقى الترجمه حرفيه، الموضوع مش هيبقى احسن حاجه بالنسبه لك ساعتها. الحاجه الثالثه، لو انت شخص بتمل بسرعه، انا عارفه ان الكتاب ال 400 600 صفحه شكله مبهر وقد ايه انت مثقف وفظيع، بس بليز ما تشتريهوش وما تفكرش انك هتقراه، لان انا عملت زيك واشتريته وجايه لك هنا من المستقبل بقول لك ان هو بقاله على رف 3 سنين ما تقراش. اتفرجت على فيلم زي مثلا هبته فعجبك جدا، فقررت تقرا الروايه اللي هي الاصل اللي كاتبها محمد صادق، غالبا هتحط الكتاب في الرف وتقول طب ما انا سمعت الفيلم او اتفرجت على الفيلم فاقرا ليه. ماشي، في ناس قدام بتحب ان هي تقعد تعمل مقارنه والفرق بين ده وده، وانا بالنسبه لي الكتاب احسن، كلام جميل واحترام وكل حاجه، بس انا مثلا شخصيا ما بفضلش حاجه زي دي، وفي الاول وفي الاخر ده رايي الشخصي ودي قناتي، يعني انت هتسمع رايي الشخصي. لو انت بالفعل بدات قرايه وقريت لكاتب او 2 وعجبوك، تكمل القرايه ليهم ولا لا؟ نصيحتي ليك ابدا اعرف كتاب تانيين ممكن يبقى بالنسبه لك احسن. انا في الاول قريت روايه بدون ذكر اسماء لمين او اسمها ايه، ولكن هي بالنسبه لي ساعتها كانت تحفه فنيه، ازاي في كتاب بالمنظر ده ازاي؟ فانا بعدها بدات اقرا روايات ناس تانية، اكتشفت انه هو ايه اللي انا كنت بقراه ده، بس انا ما كنتش هقدر ان انا اقرا للناس دي فعلا غير لما اعدي على التجربه دي، لان هو كان كتاب صغنون تقريبا كان 130 صفحه حاجه كده. فعادي بكل بساطه اكتشف كتاب جدد، اعمل سيرش على تيك توك هتلاقي بوك توك كتير بيتكلموا عن الكتب وعن روايات جديده وعن اني احسن. شوف انت كنت بتحب تتفرج على افلام ايه مثلا، ايه نوعها، وعلى ذلك الاساس دور على التصنيف ده من الكتب. عايز يجيب اكتر من روايه لنفس الكاتب، ولكن ابدا ابحث عن كتاب تانيين، وبعد ما تحدد مين المفضلين عندك هات لهم باقي الكتب عادي، لان مش في كل مره الكاتب هينصفك، ومش شرط يكون ده كاتبك المفضل من اول مره. واخيرا وليس اخيرا، اجيب كتب من بصوا الكتب بتتقسم 3 انواع، الاوديو والبي دي اف والورقي. الاوديو تقدر ان انت تسمعه على اقرأ او ستوري تيل، الاثنين بيكونوا باشتراك حوالي 60 جنيه، اوقات بيبقى فيه اوفر ان الاشتراك في الشهر ب30 جنيه بس مش على طول. طيب في اوبشنز تانية زي يوتيوب او مثلا ابلكيشن معينه بتبقى منزله الكتاب او كده، الاوبشن دي مش احسن حاجه، خصوصا انه ممكن ما يكونوش واخدين تصريح من الكاتب، فبالتالي ده حرام غالبا، فمش احسن حاجه انك تسمعها. ممكن تسمعها من اقرأ او ستوري تيل اهون مليون مره، او تشتري الكتاب. الأوديو بوك بصراحه بيكون حلو جدا في حاله ان انت شخص مشغول او بتشتغل او ما عندكش غير 10 دقايق في اليوم، ربع ساعه يا دوبك تسمع الكتاب، مش قادر تقرا حاجه. البي دي اف 3/4 حرام. ليه؟ لان انت حد بيجي يصور الكتاب، الكاتب تعب فيه وقعد 6 شهور ولا حاجه يكتب فيه، وعلى مدار النشر طبعته بياخد نسبه قليله جدا عليه، فتيجي تقرا انت الكتاب بعد ما حد صوره ورفعه على النت، والكاتب ما يستفادش اي حاجه، معنى الكلمه هو ما يستفادش اي حاجه. فالحل الوحيد انك تقرا بي دي اف وما يكونش فيه حرمانيه هو انك تقراه من على منصه معروفه ان هي واخده تصريح من دور النشر ومن الكتاب زي ابجد مثلا. مش عارفه بصراحه الاشتراك عليهم قد ايه، بس هسيب لكم سعر الاشتراك هنا، وعليه كميه كتب بي دي اف كتير جدا. تالت حاجه والتالت اختيار قدامك انك تشتري ورقي. طيب في اوبشنين، الكوبي والاوريجينال. الكوبي حرام، الاوريجينال مش حرام. طيب الاوريجينال ده ايه الفرق بينه وبين الكوبي؟ هقول لك ده. الاوريجينال في فرق كبير بينه وبين الكوبي، سواء في الشكل. بص الفرق انه ده مثلا كوبي، هتقولي ايه الفرق؟ اقول لك في فرق في الطباعه في العادي في الاوريجينال بتكون بارزه، بصي مفيش اي بوز. لون الورق نفسه، الورق ساعات بيكون فيه صفحات مش موجوده، او الصفحه مكتوبه مثلا ان هي 208 والصفحه اللي بعديها مكتوبه ان هي 208. ممكن تلاقي اماكن مثلا الكتاب فيها ممسوح، الورق فعلا الكتاب فيه ممسوح، او الكتابه مايله، يعني بص زي ده الكتابه واخده زاويه، كتابه مايله.
اوقات بيكون الجلو اصلا ان هم لازقين بيه سيء جدا. بصي هنا مثلا، بصوا كتابه فين لفوق قوي، ف بيكون واضح قوي وبيتباع في اماكن. بصوا الجلو هنا برضه باين ازاي. بصوا اصلا الكتاب من بره من هنا، بصوا البقع. تقولي طب انتي اشتريتيه ليه؟ هقولك ان انا ما كنتش عارفه الفرق بينهم، وما كنتش عارفه ان هو حرام اصلا. الموضوع بيكون واضح جدا، وساعات بيكون الورق اصلا خارج لبره. الورق اصلا بصوا، الورق ساعات بيكون اصلا خارج لبره، غير ان هو حادف لبره اصلا يعني الكتاب. فده الكوبي اللي احنا شفناه. عايزه اوريكم بقى الاوريجينال اللي انا جايباه من معرض الكتاب. الكتابه بتلون، عصير الكتب حرفيا بتلمع. سوري. الكتاب منه فيه بوك مارك، ده غير ان هو جواه بيبقى فيه بوك مارك. اللزق اللي هنا، الجلو اللي هنا تحفه. نفس الفكره من ورا. مفيش كتابه هادفه، مفيش ورق مفكوك، مفيش اي ديفو. غالبا الكيو ار اللي بيبقى ورا، للاسف هنا تقريبا مفيش كيو ار، بس لو كان في كيو ار بيشتغل. في الكتب الكوبي غالبا ما بيشتغلش، ومهما عملوا هاي كوبي وحسنوا الجوده بتاعته، فانا بقول لك ان هو يظل حرام. ليه؟ الاوريجينال هو الكتاب اللي اداره النشر خدته ونشرته ووزعته في اماكن معينه، فكل مره بتشتري فيها انت الكتاب في نسبه من كل طبعه بياخدها الكاتب بترجع له. لما انت بتروح تشتري كتب كوبي اللي هو مجرد ان حد خدها زي البي دي اف بالظبط، او اصلا هو بيطبعها من البي دي اف، بيصورها حرفيا، يصور الكتاب ويروح طبعه وبيعه لك، ولا الكاتب استفاد ولا دارة النشر استفادت ولا اي حد استفاد. هو كل الموضوع ان هو سرق الفكره الملكيه والكتاب وكل حاجه، راح بيعه لك بسعر ارخص، فانت اتبسطت انه ايه ده رخيص. وطبعا شكله لطيف، لان في كتب زي ما قلت لكم هاي كوبي ما بيبانش عليها وخلاص. طيب انا اعرف الفرق منين؟ يعني انا غير الشكل، فنفترض ان الهاي كوبي كان حلو جدا. طيب اول حاجه السعر. يعني الكتاب الكوبي بيبقى في رينج من 30 لمثلا 120. الكتاب الاوريجينال ممكن يبقى مثلا من 50 فما فوق، وممكن ساعات بينزل اوفر عليه ل 30. ولكن المكان اللي انت بتشتري منه، يعني عشان تضمن ان انت جايب الكتاب اوريجينال، اشتري من دار النشر نفسها، اشتري من عصير الكتب نفسها. ليهم ويب سايت وليهم فروع في كل حته، المكتبات بتاعتهم. مش عايز تشتري من عصير الكتب مثلا، في كل دار نشر بتكون عامله ليها مكتبه، وفي دايما في شهر 1 و2 معرض الكتاب تقدر تروح تشتري منه، وبيبقى فيه خصومات كبيره جدا. فلو انت مصمم تشتري بعد كل ده كتب كوبي براحتك، انا مش هتحسب معاك، بس انا قلت لك الفرق بين ستوري تيل واقرا لي واني احسن. هو ما فيش اني احسن، هو في ان اقرا لي اغلبه او كله تحديدا كتب عربي، روايات عربي، كتب عربي ادبيه كده. انما ستوري تيل جامع ما بين العربي والانجليش، بس الانجليش عليه اكتر. فبالتالي شوف انت بتحب تقرا انت بتحب تسمع اني نوع من الكتب، وشوف هتشترك فين. واخيرا يا صديقي، احنا ما بنقراش ونجيب فنجان قهوه ونصورها جنب الكتاب وننزلها على الانستجرام وتيك توك عشان نبين ان احنا مثقفين. احنا بنقرا عشان نغير من نفسنا، وعشان تفكيرنا يتوسع، وعشان وعينا يتغير. فلو انت وصلت معايا لحد هنا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ما تنساش تشوف الفيديوهات القديمه، ولو في فيديوهات بعد ده شوفها عادي، ما عنديش مشكله. والى اللقاء.